السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بحبكم جدا جدا جدا. بصوا النهارده بقى هنعمل حتتين لحمة كده، لوز اللوز. دي لحمة طبعا بتاعت بفتيك. معايا فلفل الوان ومعايا اللحمة ايه، بصي بتبقى عاملة كده شرايح رفيعة بتاعت البفتيك. يعني انت ممكن تقولي ايه للجزار انا عايزة لحمة بفتيك. ومعايا البهارات ملح وفلفل وبابريكا وكمون وسبع بهارات وكركم وحبهان. وطبعا الزبدة، وعندي هنا البصل ايه انا مقطعاه كده ايه جوليان. اول حاجة هجيب كده الطاسة او صينية، بس انا بحب اعملها يعني ايه في الطاسة. احط بقى كده معلقة من الزبدة او السمنة اللي عندك او زيت، يعني براحتك خالص، يعني مفيش حاجة توقفك. وهنزل بقى كده بالايه باللحمة، اسمع بس ايه الطشة بتاعتها دي. بس ما شاء الله اللحمة متقطعة تقطيعها حلوة جدا. هنقلبها بقى على الوش التاني بعد ما تاخد ايه تحميرة كده صغيرة. بعد بقى ما خدت كده تقليبة هحط عليها ايه بتاعت ايه كوباية مية. وبعد ما شربت المية خالص كده نقلبها بقى على الوش التاني. ما شاء الله بص عاملة ازاي، واحدة واحدة. هنحط عليها الايه البصل وفلفل الالوان وحتة الايه الزبدة او السمنة او زيت، يعني اللي عندك اعملي بيه. ممكن تعملي بقى تحمري بطاطس جنبها، شوية مكرونة محمرة، أكلة جميلة وسريعة. هنزل بقى بالبهارات كلها كده والحبهان اهو، شوية بس صغير بتاع معلقة صغير. نقلبها بقى تقلبتين كده مع بعض ونسيبها بقى ايه على نار هادية. وبصي بقى بعد ما اتعملت بصي ما شاء الله خدتش وقت. بصي اللحمة بتتكلم عن نفسها، طبع ايه يفتح النفس ما شاء الله. اتمنى يا رب تجربوه بقى، واشوفكم على الف خير في رعاية الله حبايبي.